بعد ما خلاص قضيت المشاوير اللي كانت عليها الصبح لحد دلوقتي بالليل، وجاي اكمل اللي بدأنا. فكر النسوية غير ان هو بيضرب في منظومة الأسرة، فهو كمان بيضرب في الدين. وبيضرب في الدين بشكل واضح وصريح، وبيتقاطع تقاطع يبان في عين الشمس. ودلوقتي هثبتلك ان النسوية ضد الدين، وده سبب اعتقد كافي جدا انه يخلي دلوقتي الناس تتخلى عن فكر النسوية. طيب ازاي النسوية ضد الدين؟ النسوية بتقول ان المرأة ليست بحاجة لرجل، والرسول بيقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. النسوية بتقول إن الأهل ملهمش الحق إن هم يتدخلوا في الجوائز، والرسول بيقول أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل. النسوية بتمنع الجواز تحت سن 18 سنة، والرسول اتجوز السيدة عائشة وهي عندها 9 سنين بس. في الميراث النسوية بتقول ان الرجل نفس مقدار الميراث بتاع الانثى، والقرآن بيقول للذكر مثل حظ الانثيين. العصمة النسوية بتقول ان الطلاق مش بيد الراجل بس، الحمل. النسوية بتمنح حق الاجهاض للمرأة. انت متخيل لحد دلوقتي في اكتر من 40 مليون طفل مجهض، او بصيغة اخرى ممكن نقول 40 مليون قتيل. الجنس النسوية بتشرع ممارسة الجنس حتى وإن كان سنها تحت 18 سنة. انت واخد بالك؟ يعني الجواز تحت سن 18 سنة لا، بس الجنس عادي. والرسول بيقول والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهم رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هنا تقاطع النسوية مع الدين تقاطع واضح وصريح، فما ينفعش حد يجي يقول لي بعد كده اصل انا نسوية مسلمة. طب ازاي بقى يعني انت نسوية مسلمة؟ ما تنفعش، ما هو يا انت نسوية يا انت مسلمة. النسوية فكر مش اسلامي اطلاقا. طيب في ناس ممكن تعمل العكس، وبدل ما تسيب النسوية عشان الاسلام فلا تسيب الاسلام عشان النسوية. في ناس كتير بتعمل كده، وده بحجة ان الاسلام بيضيع حق المرأة. خلينا برضو نتكلم في النقطة دي، ودي النقطة الأخيرة في الحوار. تحريم الزنا وارتداء الحجاب وجعل جسد المرأة كله عورة، ده لسبب ان المرأة المفروض ما تبقاش متاحة إلا لمحارمها، أبوها وأمها أهلها جوزها، دي المحارم. خد بالك؟ لما انت تشيل الحاجات دي كلها وتحلل ليها الزنا وتحلل ليها كشف اللي هي عايزاه، اذا ده بيعني ان هي اصبحت متاحة للجميع. واظن دلوقتي تقدر تستنبط ان الشيء المتاح للجميع هو شيء بلا قيمة. طيب تستنبط من ده كمان ان الحجاب مش بيقهر المرأة، بالعكس ده الحجاب بيرفع من قيمة المرأة. لكن في الغرب ممكن قبل الجواز يعملوا كل اي اكتيفيتيز بيعملوها الناس المتجوزين هم بيكونوا عملوها قبل الجواز. طب انت هتتجوز ليه؟ فكر فيها كده، غرضك ايه بقى من الجواز اصلا؟ ما هو الجواز كده ما بقاش ليه قيمة اصلا يعني. طيب بلاش نيجي في الميراث اللي برضه بيقولوا ان الاسلام بيضيع حق المرأة في النقطة دي، ان هم بيخلوا الميراث للراجل ضعف المرأة. دلوقتي الراجل ده زي ما قلنا برضه نقطة بتاعة رأس مالية، الراجل ده غالبا معاه أسرة يعيلها، انما الأنثى ما بتبقاش مطالبة غير ان هي تعين نفسها، وكمان احيانا ما بتبقاش مطالبة ان هي تعين نفسها. اتجوزت بيبقى جوزها هو اللي المفروض يعيلها ماديا. لما انت تاخدي نفس حق الذكر فانت كده ظلمت المرأة. ايوه ظلمت المرأة مرات الذكر اللي ميراثه قل، ولا دي كائن فضائي؟ ما هي مرأة برضه. فمساواة المرأة بالذكر في الميراث أذية للمرأة في حد ذاتها. المرأة اللي جوزها نصيبه من الميراث هيقل ل 75%. واظن الكلام هنا منطقي. انا مش فاهم هو انتوا ممكن تعترضوا على ايه في الكلام ده؟ ليه ممكن حد بعد الكلام ده كله يفضل متمسك بفكر النسوية ضد دينك وضد مبادئك ضد كل حاجة؟ ليه انت عايزة بعد كل ده تمسكي في النسوية؟ مفيش سبب. انا شايف ان مفيش سبب، وحتى لو عرضتني في ده كله مش هتقدري تعرضني في الدين. نيجي للنقطة اللي احنا كنا فيها، هل الاسلام فعلا ضيع حق المرأة؟ الرسول قال إنما النساء شقائق الرجال وما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. وفي حديث تاني قال توصوا بالنساء خيرا. وفي حديث تاني قال اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم. الإسلام دايما حط المرأة في مكان يخليها دايما تقضي وظائفها التركيبية والبيولوجية
بكل اريحيه وهي مرتاحه تأدي الحاجه اللي هي خلقت عشان تأديها. المرأة لم تخلق لتقاتل، ودي حاجه حلوه. يعني جسوة انت مش هتحاربي، ايه اللي مزعلك بقى؟ يعني ليه بنروح للمأساة برجلينا؟ مثلا حاجه زي حضانه الاطفال، دي حاجه ما يقدرش يقوم بيها غير الام. انا اعترف بكده. الاطفال ان يشأوا في حضانه الاب، دايما في حضانه الاب لوحده فقط، دايما ناقصهم حاجه. التربيه ما بتكتملش من غير الام، وكل ده من غير لا ضغط، من غير لا قلق، ومن غير لا اضطرابات في النوم ولا انهيار عصبي ولا اي حاجه، بكل اريحيه. طيب نيجي لتكاليف العبادة. تكاليف العبادة والثواب والعقاب. خد بالك ده لو هنتكلم يعني الإسلام فعلا بيظلم المرأة ولا لا، فتكاليف الثواب والعقاب هي نفسها من الرجل للمرأة، ما فرقتش. بل وكمان تكاليف العبادة أحيانا بتقل عند المرأة، زي مثلا وجوب الصلاة في المسجد. المرأة مش مطالبة انها تصلي في المسجد كل الفروض. صيام شهر رمضان كامل، المرأة مش مطالبة انها تصوم شهر رمضان كامل. المرأة في الإسلام مطالبة بطلب العلم بقدر الرجل تماما. عشان في ناس مفكره ان الاسلام بيحرم المراه من التعليم، بيحرم المراه من الكارير الشخصي الناجح جدا. مين قال كده؟ بس في اولويات. وبعدين انا عايزك تقارن الاسلام باي دين تاني. حاول تقارنه كده، سواء بقى تقارنه بالعصور القديمه ايام الجاهليه، سواء تقارنه بالايام الفارسيه، سواء تقارنه بالديانه اليهوديه او الخ من الديانات، هتلاقي ان الاسلام هو اكتر واحد ادى للمراه حقها. انا شايف ان انتوا ممكن تضحكوا على النظم الرأسمالية، ممكن تضحكوا على الشعوب، ممكن تضحكوا على الدول، تضحكوا على الحكومات، ممكن الحكومات هم اللي يضحكوا عليكم، بس ده كلام دين. انا تطرقت في الفيديو ده للجانب الديني اكتر، لان ده لا نقاش فيه. لا نقاش. هتعنديني في ايه؟ واحنا اصلا كمصر احنا مش مستحملين انهيار اسرة. ليه يعني؟ نسب الطلاق بترتفع جدا عشان السبب ده. الست تقول لك ايه؟ اصل انا هعمل كارير وهشتغل وهجتهد عشان بعد كده لو جوزي غدر بيا يبقى عندي شغل ويبقى عندي كارير واقدر اصرف واقدر اعمل. ولانها عندها شغل وعندها كارير تبتدي تحسس جوزها ان مش هو مصدر القوة في البيت، وان هي قوية بقدره وبتنافسه وندي ليه، وبناء عليه يحصل مشاكل، وبناء عليه يحصل طلاق. فتقول شفت، انا اصلا كنت عارف ان ده هيحصل. انا عملت حساب اللحظة دي من زمان واجتهدت واشتغلت. النبوءة ذاتية التحقق. هي حصدت البذرة اللي زرعتها من الاول. اجتهادها في العمل جه على حساب حاجات تانية ادت لانهيار العلاقة، فاعتبرت ان انهيار العلاقة ده السبب مش النتيجة. بس ده اللي كان عندي النهارده. انا زي ما قلت انا بفكر بكل حياديه، انا مش بفكر من منظور فيه استعلاء او فيه انحياز او فيه اي حاجه. انا في الفيديو ده اتكلمت وفقا لحجج منطقيه، واللي عايز يرد ده لو في حد يرد برضه بحجه، واخد بالك؟ من غير بقى شغل ومبيسعى الكلام بتاع تويتر ده يعني. بس كل حلو بيكون له اخر، ومسيرك حلوه هتوصلي للاخر. وفي الاخر احب اقولك تذكري دائما ان اسبرين ستظل هي مساحتك المفتوحه لتعبر فيها عن رايك بكل حريه. اول مره اتكلم بصيغه المؤنثه. السلام عليكم.